هبوط أرضي مفاجئ في منطقة التجنيد في الحلمية. تعال أقول لك إيه اللي حصل. الصورة اللي هحطها لكم على الشاشة دي صورة هبوط أرضي حصل فجأة وتحديدا تحت كوبري التجنيد في منطقة الحلمية، وده اللي بيودي على المحكمة في مصر الجديدة. الهبوط ده كان سببه انفجار المواسير بتاعة الصرف الصحي اللي تحت كوبري التجنيد مباشرة. حصل طبعا مية كتير جدا فالتربة اتأكلت وأدى إلى الهبوط المفاجئ ده. الجهات الأمنية المختصة فورا عملت كردون أمني ومنعت مرور العربيات والموتوسيكلات وحتى الناس في المنطقة دي، وشركة الصرف الصحي حاولت إن هي تيجي على الفور عشان تصلح اللي حصل ده كله. طبعا الهبوط المفاجئ ده كان ممكن يعمل كوارث للعربيات أو حتى الموتوسيكلات، يعني لو واحد ماشي في الشارع ممكن إن هو ياخد باله، إنما لو عربية أو موتوسيكل لا قدر الله كان ممكن يحصل كوارث. لكن في النهاية الحمد لله ان مفيش حد اتصاب في الهبوط اللي حصل دوت. وانتوا بقى قولوا لي في كومنتات، تفتكروا الهبوط اللي بيحصل ده والحاجات اللي بتحصل مفاجأة دي هل في حد مسؤول عنها وممكن ان هو يتحاسب ولا لأ؟